السلام عليكم، ازيكم احلى متابعين؟ عاملين النهارده؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل نوع حلو جدا. معايا بسكويت ساده، ومعايا شوكولاته، ومعايا تقريبا 3 معالق صغيرين كاكاو خام مش مسكر، ومعايا حوالي 4 معالق عسل. عندك عسل تمام زي ما انا هعمل دلوقتي، عندك لبن مكثف تمام. ممكن تحطي كراميل، ممكن تحطي شربات تقيل. كله شغال يعني، اي حاجة بسيطة ممكن نعمل بيها نوع حلو قوي. جربيه وان شاء الله هتعجبك. انا كده هنزل بالعسل بعد ما طحنت البسكويت، هحط عليه العسل، ما طحنتوش ناعم قوي، خليته الحبيبات البسكويت باينة فيه. نزلت دلوقتي بالكاكاو تمام. هبدأ بقى أشمر وهقلب كويس عشان لازم كل حاجة تتغلغل. الكاكاو والعسل لازم يتشربوا كويس، وأبدأ أضيف بقى لو عايزة أحط حاجة تانية. تمام جدا. أنا سيحت الشوكولاتة، أحط تقريبا نص الكمية دي بالنظر كده، أحط نص الكمية وهبدأ أقلب كويس. أهم حاجة يا جماعة ما تنسوش اللايك والاشتراك عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد إن شاء الله. بحبكم جدا في الله. كل اللي زارني وكل اللي شافني ان شاء الله ربنا يكرمكم بإذن الله ويبارك لكم. انا كده حطيت كراميل كان عندي، هقلب بقى واشوف القوام بتاعها كويس ولا لا. هي كده بقت كويسة معايا جدا اهي، بصي. هجرب واحدة تاني معاكي، لا طلعت كويسة اهي. جربي النوع دوت من الحلويات السهلة اللي ممكن تعمليها اصلا وانت مغمضة عينيكي، مش محتاجة اي جهد ولا اي مجهود. هنشكلها ازاي؟ بصي بقى، انا دلوقتي هوريكي ممكن تشكليها على كيس زي ما انا هعمل كده. هتحطي كرات او تعمليها على شكل مستطيل كده او اسطواني، وتبدأي تلفيها بالكيس وتطلع معاكي شكلها لطيف جدا على فكرة وحلوة. حبيت اوريكي ان مفيش اي مستحيل، مفيش اي حاجة ممكن تمنعنا يعني، لحاجة بسيطة ممكن نعملها برضو تمام جدا. بصي هتلفي الكيس وتبدأي تاخدي الشكل الاسطواني، هتبقى حلوة قوي. انا بالنسبة لي دي بتاعت حلاوة المولد، كانت عندي انا بعمل النوع دوت فبستخدمها على طول، والله بتنفعني جدا. هعملها دلوقتي وهكبسها فيها وان شاء الله هتشوفي الشكل النهائي. بس اهم حاجة تضغطيها كويس وتكبسيها كويس جدا علشان لما تيجي تقطعيها ما تتفروتش منك او تلاقيها كده قطعت معاكي. بس ما اظنش بعد اللي احنا حطينا ده كله، ما اظنش، بس اهم حاجة تضغطيها كويس. انا ضغطتها كويس جدا تمام. هبدأ اقطعها بقى قدامك، بتقطعيها بقى الحجم اللي انت عايزاها، تخينة رفيعة زي ما انت تحبي. انا بالنظر كده خليتها تقريبا كلها تقريبا حوالي سنتي ونص تمام اهي. بصي حلوة قوي ازاي، حلوة قوي. عايزه اقولك ان هي طعمها كده من غير اي تزويق من غير اي حاجة، كانت لذيذة جدا وحلوة. الكاكاو مع العسل مع الكراميل عملت حاجة كده وهم. هنغرزها في الشوكولاتة تمام جدا. ممكن زي ما قلتلك ما تحطي شوكولاتة، تستكفي بالشكل ده كده، او عملتي حاجة نظيفة في البيت وحاجة موفرة عشان احنا اخر الشهر طبعا. في حاجة موفرة وحاجة ممكن تعمليها لأولادك بدل ما يشتروا حاجات من برا، مواد حافظة وحاجات احنا ما نعرفش مصدرها ايه اصلا. فحاجة بسيطة بتفرح الأولاد. زي ما قلتلك كده، ممكن تخليها زي ما هي. انا كان عندي فول سوداني في التزيين، وفارماسيل، وعندي جوز الهند. ممكن تستكفي بنوع واحد، لو مش عندك اصلا مش لازم تمام. هزينها كلها كمية كلها دلوقتي. يا بنات اوعوا تنسوا، ويا شباب اوعوا تنسوا الاشتراك. عايزاكم تدعموني كتير علشان استمر واقدم لكم كل جديد والقناة تكبر ان شاء الله بيكم. بحبكم جدا في الله، ويا رب الوصفة تعجبك. طبعا عشان اخر الشهر فلازم نتصرف ونعمل حاجة حلوة كده وسهلة وبسيطة وعلى قد ايدينا. جربيها وقولي رأيك في الكومنتات، وان شاء الله هستنى رأيكم.
ويا رب وصفاتي تكون بتعجبكم جدا. أنا بحبكم جدا في الله. ولو عندك ضيوف تقدري تقدميها بالطريقة دي حلوة قوي وهتعجبهم ان شاء الله. بحبكم جدا في الله. شكرا لكم. سلام.